السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محب الانمي وبتاع انمي زي ما شفنا كنا متعودين على بتاع انمي طوال المدة اللي عدت دي، واللي كان سبب من الاسباب اللي خلانا نحب الانمي عموما. فجأة بتاع انمي بيعلن اعتزاله، وده هو كان فاضله 200 الف مشترك بس عشان يوصل ل 3 مليون سبسكرايب على اليوتيوب. ومن هنا بيأتي السؤال، ليه قرر يعتزل فجأة؟ وهل ممكن نشوفه تاني؟ والاهم، ايه مصير ملخصين الانمي بعد ما اعتزل افضل واشهر ملخص انمي حتى الان؟ بص يا صديقي، اولا محدش يعرف السبب الحقيقي، بس انا لاحظت كذا حاجة الفترة اللي عدت، بس دي مجرد افكار لحد ما هو يظهر زي ما قال، وانه هيحاول يطلع ويقول السبب الاعتزال. فتعالى اقول لك على اهم النقاط اللي انا خدت بالي منها. اولا كده، اللي بتاع انمي اعتزل من كام اسبوع كده، بتاع انمي كان فاتح بث مباشر وكان بيرد على اسئله المتابعين، وفي الدقيقه 43 ثانيه كان بيرد على سؤال بيقول: هل عمرك فكرت تعتزل المجال؟ وده كان رد بتاع انمي. السؤال اللي بعده من عمك دوما بيقولك: هل عمرك فكرت انك تترك المجال؟ جيت على الجرح يا صاحبي. والله تتبادر الى ذهني من حين لاخر ان اترك هذا المجال الى الابد. صوت في داخلي يقول: كفاية لحد هنا يا صاحبي. وطبعا السبب زي ما انتم عارفين، مشاغل الحياة والدنيا وهكذا يعني، ولكن بإذن الله مستمرين دايما مهما كانت الظروف والعقبات، ومين عالم بكرة في ايه. وفعلا بكرة فين، وبيجي خبر اعتزاله بعد ما كملش شهر. المهم، وبمعنى كده ان بتاع انمي فكر كتير انه يعتزل. وفي نفس البث في سؤال اخر، واحد بيقول له: هل اكملت دراستك او جامعتك؟ وده كان الرد: هل اكملت تعليمك وتخرجت من جامعة ايه؟ طبعا كملت تعليمي والحمد لله، وتخرجت من جامعة طنطا كلية الهندسة، وحاليا كأي مهندس حديث التخرج فإني أبحث عن وظيفة في مجالي هندسة، واللي منها بقى. واللي هو كمهندس وعنده كذا قناة وعايز يلخص ده غير حياته الطبيعية، وهل هيعمل ايه ولا ايه؟ وفي نفس البث برضه بيقول مش هينزل فيديو الاسبوع اللي كنا فيه بسبب انه مشغول ومضغوط وكده، وفعلا ما نزلش على اي قناة طوال المدة غير فيديو واحد بس. نروح بقى، هل فعلا هنشوف بتاع انمي تاني؟ بكل صراحة برضه معرفش، بس تعالى اقول لك على حاجة لاحظتها. لو رحت على قناة بتاع انمي وبصيت على الوصف هتلاقيه كاتب: انتهت رحلتنا هنا، شكرا لكم جميعا، لكني ما زلت معكم، فشرفونا على قنواتنا الاخرى. فهل قنواتنا الاخرى يقصد بها ايه؟ المهم، نرجع للبث بتاع انمي اللي كان فتحه، وفي الدقيقة 2:56 ثانية واحد بيسأله بيقول له: هل هترجع لقناة ابو الشاعر؟ والرد كان: السؤال اللي بعده: هل هتعود لقناة ابو شاعر؟ ايوه طبعا، ده اساسي وناويين نرجع لها، لكن كل ما في الموضوع ان القناة كانت عليها شوية مشاكل الفترة اللي فاتت، ده غير ان المحتوى بتاعها متعوب عليه ومحتاج جهد مضاعف، فاحنا بس بنحاول على قد ما نقدر نفضي نفسنا ليها، وخير باذن الله. انه ايوه طبعا دي اساسي وناويين نرجع لها، وانه بفضي نفسه ليها. فهل فعلا هيسيب قناة بتاع انمي عشان خاطر قناة ابو الشاعر؟ الله اعلم، محدش يعرف. ونروح بقى للسؤال: ما هو مصير ملخصين الانمي بعد ما يشوفوا افضل واحسن ملخص انمي واللي كان واخد منهم الاضواء بيعتزل؟ فحرفيا هتكون مدعكة يا صاحبي، وانا هكون من ضمن الناس اللي هتستغل كده وهرجع الخص انمي، وكله هيتحمس وهياخد خطوة جبارة، وحرفيا هتكون حاجة دمار يا صديقي. بس كل اللي محتاجه اني اقول لكم اني بدأت في تلخيص الانمي، وبصراحة مش محتاج غير فرصتي عشان نرجع الانمي بطعم بتاع انمي. وبالمناسبة، اللي حابب يشتغل معنا وينضم لفريقنا يكتب كومنت وهنتواصل معاه. لو الطرفين راضيين فهنتوكل على الله، نبدأ بداية جديدة في تلخيص الانمي. ولو انت لسه بتسمعنا لحد هنا، ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، وسلام سلام سلام.